السلام عليكم خوتي خياتي ومرحبا بكم معنا في قناتكم جزائرية وطبختها الاقتصادية. نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. مع اقتراب الشهر الفضيل كامل تولوا تحوسوا على لي غوسات تاع الزلابية، القلب اللوز، زلابية البنان. دونك انا اليوم فضلت ندير لكم هاد الزلابيه الحمراء اللي كامل يموتوا عليها وبطريقه يعني احترافيه، وراكي رايحه تحصل عليها احسن من تاع المحلات مليون مره. اولا في هنايا راكم تشوفوا عندي بلاره ديالي ولا هاد الباطه هكذا تكون عندها الغلاق ديالها. حطيت كاس تاع الفارينه، ضفت عليه ملعقه كبيره تاع الحضا ولا تاع الحليب الجاف، وملعقه صغيره ونصف تاع خميره الخبز. راح نخلط هاد المكونات هكذا مع بعض، وراح نضيف عليهم هنا نصف ملعقه تاع لا مايزينا راح تساعدكم وتعطي لكم هذيك القرمشه. بهذه الطريقه هذه نحكهم يعني نخلطهم باش كامل يدخلوا المكونات مع بعض. عندي الكاس الاول هنايا تاع الماء، نفس الكاس اللي تعبري به كملي به كامل المكونات. عندي كاس تاع الماء ونزيد كذلك نضيف له نصف كاس من الماء اخر، يعني كاس ونص ترفد لك تاع الماء. هنايا نخلطوه هنايا مليح ومن بعد كي يتمزجوا كامل هذوك المكونات راني ضفت لكم هنايا نص كاس تاع الماء. راح نخلطها تري بيان حتى خلاص ما يعني ما يبقاوليش هذوك الحبيبات هذوك، ولا صفيها الا خفتي صفيها. راح نغطيها وراح نخليها تبدا تخمر. لعمليه الاختمار هاد الزلابيه الحمراء راح تكون مده 3 ايام. راح نغطيها ونخليها دو كوتي. اليوم الاول راح نحركها واحد 2 خطرات ولا 3 خطرات يعني كيما تحبي. هذا في اليوم الاول. هاي اللي كدير لكم يعني راكم تشوفوا بلي دارت لكم هذوك الرغاوي، هي ماشي راح تخمر لكم فريمون تطلع لكم. راح نهبط لها الخميره ديالها، راح نعاود نغلقها ونخليها. خليها فقط في المطبخ، يعني غير في المطبخ ديالك. الا طلعت لك هذاك الماء من الفوق ما تخافيهاش، راح نوري لكم من بعد في اليوم الثالث كيفاش طلعت لي الماء، يعني ما تخافيهاش. هاي ليك هنايا كل دقيقه. اليوم الثاني كيف زيدي حركيها خطره ولا 2 خطرات. هاي في اليوم الثالث نفس الشيء كذلك، زيدي خلطيها. كي يطلع لك هذاك الماء دائما قلت لك ما تخافيهاش، هذاك الماء عادي بهذا الشكل هدايا. ومن بعد في اليوم الثالث راح نبداو عمليه يعني التشكيل تاع الزلابيه ديالنا ولا عجينه الزلابيه ديالنا. في اليوم الثالث راح نضيف لها كاس تاع الفارينه. هنايا كنا في اليوم الثاني عفوا، وهنا في اليوم الثالث هكذايا راح نخلطها. شوفوا داك الماء كيفاش طلع. دونك راح نزيد لها دوكاتيك كاس تاع الفارينه بهذا الشكل. انا ضفت لها ملون احمر مع ملون اصفر باش تعطيني اللون الشباب تاع الزلابيه. راح دائما الملونات نقول لكم الشروط تاع فريتا يا هذوك البايض يا بالميزان، راهم يتباعوا بالميزان تانيت. قرصه تاع الملح جامي تنساوها، درت لها القرصه تاع الملح ديالها. وراح نحط لها الكاس تاع الفارينه. درتي كاس تاع فارينه مع الاول، ديري كاس تاع فارينه مع الاخر كي تبداي تشكلي في العجينه تاعك. درتي كيلو فارينه مع الاول، تزيدي كيلو فارينه كي تبداي تشكلي فيها، يعني نفس المقدار اللي درتيه في الفارينه الاول هو اللي راح ديريه مقدار فارينه مع الاخر كي تبداي تشكلي في العجينه. حركيها مليح حتى يعني تولي لك يعني كي ترفديها ما تتقطعش. تماك تعرفي بلي الزلابيه ديالك ولا عجينه الزلابيه ديالك راهي واجده. كي تبدا طلعي فيها هكذا بالفوي ما تتقطع لكش. انا هنا راهي تتقطع لي، دونك راني زدت 2 ملاعق من الماء. 2 ملاعق من الماء. هنا شوفوا راهي تتقطع هكذا ما راهيش تخرج يعني سايله. راح زدت لها 2 ملاعق من الماء وخلطها مليح. شوفوا كيفاش ولات عندي، شوفوا القوام ديالها راكم تشوفوا. دوكا ولا يسيلي راح نرفد القرعه تاع الماء تاع سعيده هكا ولا قرعه صغيره، هذاك اللي فيها القمع، هذاك اللي فيها البوشون اللي تفتح، اللي فيه هذاك البوشون يعني اللي فيه ديجا تقبه هو، بهذيك اللي راح نخدم. هاي ليك راح نشكل يعني هنا كنت شايده التليفون بيد ونشكل بيد والله العظيم غير تغبنت يعني. دونك راكم راح تشكلوها هكذا دائره. الزيت يكون سخون، لازم الزيت تاعك يكون سخون وما يكونش بزاف الزيت. هي بمجرد انها تشد روحها خليها تشد روحها مليح يعني تبدا تيبس لك، سينو راح تطرى لك من بعد كي تبات لك.
هاد الاثناء كي تشد روحها انتقل بها للجهه الثانيه بهذا الشكل هذا، وزيدي خليها حتى تتقرمش لك مليح مليح، تحسيها بلي ولات لك يابسه في المقله ديالك. العسل ديالي يكون ثقيل كيما راكم تشوفوا، العسيله ديالي تكون ثقيله باش تشربها تخي تخي بيان. مباشره من الزيت هكذاك سخونه للعسل ديالي نحطها، ومن بعد نحطها في صفايه ولا ونخليها تقطر لي، تخرج لي هذاك العسل هذاك الزايد. وهذا هو الشكل ديالها بعد ما كملتها بهذه الطريقه هذه. راح نتلاقاو في الطبق النهائي. هكذا كيما راكم تشوفوها، والله العظيم صدقوني صدقوني جات احسن 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 مليون مره نتاع المحلات، بزاف بنينه بزاف هايله ومقرمشه. ان شاء الله تجربوها هاد الوصفه هذه. راح نقسم لكم حبيبه باش هكذا تشوفوها مع الاخر. هذه هي زلابيه تاعنا في طبقها النهائي. شوفوا كيفاش جات بزاف هايله. وشوفوا ديك العسل راهو يقطر منها، يعني تشربت العسيله ديالها حتى للقلب ديالها بهذا الشكل هذايا. شوفوا هنايا قربت لكم الكاميرا، يعني لا كولور تانت جات بزاف شابه وتشهي. للاسف يعني الكاميرا ما عطاتلهاش حقها في اللون ديالها. شوفوا كيفاش تجيكم معسله للقلب. نتمنى هذه الوصفه تكون عجبتكم ان شاء الله، وتجربوها للشهر الفضيل باذنه تعالى. نقول لكم سلام.